السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد في مطبخ زيزو العبديه. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير الدجاج معسل. غادي نعطيكم جميع النصائح والاسرار باش ينجح معكم هذا الدجاج. كيجي لذيذ والمريقه ديالو كتجي خاطره ومعلكه. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير ديال هذا الدجاج اللي كيجي اكثر من رائع. الا كنتي اول مره كتزوري القناه ديالي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد حطيته في القناه. اول حاجه كنبدا بها على بركه الله. عندي هنايا الدجاج كروازي. خذوا هذا الدجاج اللي كيكون كروازي ولا الدجاج البلدي ولا الرومي، المهم نتوما اللي توفر لكم، راه بحال اي حاجه درتوها. المهم السر ديال الدجاج باش يجيكم بنين ويجيكم فتي وما كيجيش فيه ديك الزفوره وكيجي المذاق ديالو. ما نعاودش لكم عليه. كناخذ الحامض، خديت هنايا جوج حامضات، قطعتهم وطحنتهم مع الملحه والماء ورقدت فيهم هاد الدجاج ديالي لمده ديال تقريبا واحد 5 ديال السوايع. الا خليتوه حتى نهار كامل مرقد راه ماشي مشكل، مكثر عليه حتى شي حاجه، غير كيتشرب داك الحامض وديك الملحه وكتحيد منه ديك الزفوره وكيجي المذاق ديالو زوين في الطياب. وحتى بالنسبه للحم ديالو كيجي فتي وكيجي زوين. هذا سر من الاسرار ديال الدجاج باش يجيكم بنين. كما قلت لكم انا رقدته 5 ديال السوايع، من بعد غسلته ودرته في الثلاجه وخليته حتى النهار الثاني. عاد غادي ندوز باش نطيبه. هنا غادي نوجد العطريه اللي غنشرمل بها الدجاج. عندي معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم معرق، معلقه صغيره ديال راس الحانوت او المروزيه، نص معلقه صغيره ديال قعقله وبسيبيسه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، مكعب ديال دامط زعفران. غنزيد معلقه صغيره ديال السمن، كاس ديال الماء، غير كاس صغير عندي فيه هنايا زعفران شعره. صافي وكنخلط هاد العطريه. هنايا كما شفتوا معايا البنات انا ما غاديش ندير الملحه لان الدجاج ديالي غسلته بالملحه، والا درت الملحه غادي يجي مالح بزاف، والسمن حتى هو مالح، يعني ما غاديش ندير فيه الملحه نهائيا وجاني هو هذاك في المذاق. صافي هنايا كندخل هذيك العطريه كنشرمل بها هاد الدجاج. كنحاول ندخل ما بين ديك الجلده. كما شفتوا معايا هنايا انا ما حيدتش ليه الجلده ديالو لان الدجاج بلدي ولا هاد الدجاج كروازي كيجي زوين بهاد الجلده ديالو، ماشي بحال الدجاج الرومي تقدروا تحيدوا ليه الجلده. انا كيعجبني هاد الدجاج الكروازي بقى بالجلده ديالو هو والدجاج البلدي، ما كنبغيش نحيد ليه ديك الجلده ديالو، كتحمر وكتعطي واحد اللوين زوين. نتوما الا بغيتو تحيدوها راه كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للدجاج الرومي كنفضل نحيد ليه الجلده ديالو. كنستمر هنايا بنفس الطريقه، كنشرمل الدجاج ديالي وكندخل ليه ديك العطريه وكنحاول ندخلها ما بين ديك الجلده واللحم كما شفتوا معايا على هذا الشكل حتى كنكمل الدجاج ديالي كامل. وكنغطي عليه بواحد السلوفان وخليته هنايا كيترقد وكيتشرب ليا هاد العطريه. خليته واحد ساعتين تقريبا ولا 3. هاد الدجاج قد ما رقدتوها البنات وخليتوه في هاد العطريه قد ما كيتشرب ديك العطريه وكيجي بنين. الا كنتو غتوجدوه للغدا من الاحسن رقدوه في الليل والصباح كتنوضوا كطيبوه، ولا كنتو غتوجدوه العشاء شرملوه في الصباح وخليوه حتى العشيه. هنا درت الدجاج ديالي في الطنجره، زدت عليه شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده تقريبا واحد نص كاس، وزدت عليهم هنايا 4 البصلات اللي كيكونوا متوسطين، عويد ديال القرفه، ربطه ديال القزبر ومعدنوس مربطين. كما شفتوا هذا الدجاج معسل ما كنديروش فيه الربيع مقطع. اللي ما توفرش ليها عود ديال القرفه دير راس معلقه ديال القرفه. هنايا كنخلي داك الدجاج ديالي كيتشحر ليا مع البصله. مره كنقلب الدجاج حتى كيتشحر ليا مزيان وكتبان ليا هذيك البصيله كما غادي تشوفوا معايا. ضروري هاد الدجاج يتشحر مزيان حتى كتبان لينا ديك البصيله. مره كنقلبوه حتى كيتشحر لينا الدجاج كامل. هاد الدجاج معسل البنات ما كنحتاجش انا نديرو فيه الثومه وما كنديروش فيه الربيع مقطع كما قلت لكم. غير هذاك الغسيل البنات ديال الحامض راه كيخلي هاد الدجاج كيجي بنين، ما كتجي فيه لا زفوره لا حتى شي حاجه، كيجي فتي وكيجي المذاق ديالو خطير. نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه اللي قلت لكم ديال الحامض ترقدوا فيها الدجاج. وهاد الطريقه البنات انا راه كنديرها حتى مع الدجاج محمر، يعني كيجي الدجاج ديالكم بنين وكيجي حتى الصدر ديالو كيجي فتي وكيجي كيذوب. صافي هنا من بعد ما تشحر ليا الدجاج ديالي مزيان على هذا الشكل كما شفتوا معايا، وديك البصيله كطيح وكتبال وكترغي على هذا الشكل. صافي هنايا غادي نزيد ليها الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه هاد الدجاج. غادي نسد عليه الكوكوط ونخليه كيطيب على عافيه اللي كتكون متوسطه. بالنسبه للمده ديال الطياب خدا ليا 45 دقيقه مني حليت عليه لقيتو طاب ولا زبده. بالنسبه لديك الطريقه البنات ديال الحامض اللي كنرقدو فيها الدجاج كتخلي الدجاج ديالنا دغيا كيطيب وكيجي فتي كما قلت لكم. غنخلي الدجاج ديالي كيطيب وغادي ندوز نحضر معكم الليمون معسل اللي غادي نرافقو مع هاد الدجاج. اللي كنحتاج فيه 2 كيسان كبار ديال الماء قياس بكاس العنبه، كاس ديال السنيده، 2 عويدات ديال القرفه. وكنخلي هاد السنيده كتذوب مع داك الماء، وغنزيد عليها واحد نويويره ديال باديانه.
كتعطي واحد المذاق زوين في هذا الليمون. اللي ما توفرش ليه اكتفي غير بالقرفه. خديت هنايا واحد 3 حبات ديال الليمون وقطعتهم دوائر، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، تكون متوسطه باش كيبقى الشكل ديالها زوين. وبالنسبه لليمون اختاروا الليمون اللي كتكون القشره ديالو رقيقه، ما تاخذوش اللي كتكون القشره ديالو غليظه باش دغيا كيطيب وكيجي زوين في التعسال. انا هاد الليمون اللي خدمت به كانت الجلده ديالو شويه غليظه، ولكن نتوما من الاحسن خذوا الليمون اللي كتكون القشره ديالو رقيقه، من الاحسن باش يجيكم في التعسال ديالو زوين ودغيا كيطيب لكم ما كياخذش لكم الوقت. صافي كنخلي الليمون ديالي كيطيب وكيتعسل في نفس الوقت، مره مره كنقلبو على هذا الشكل باش كيتعسل ليا وكيطيب من جميع الجوانب حتى كيتعسل ليا هذاك الليمون. صافي وكنحيدو كنخليه على جنب، وغادي ندوز باش نوجد معكم الزبيب اللي غادي نزين به حتى هو هذا الطبق ديال الدجاج. اللي وصلت معايا حتى لهنايا ما تنسانيش من شي تعليق زوين ومحفز تقول لي كيفاش جاك هذا الدجاج. خلي لي الراي ديالك في التعاليق وما تبخلوش عليا بدعمكم وبلي لايك للفيديو. الليمون ديالي من بعد ما كيتعسل فكيكون على هذا الشكل، كيكون هذا هو الشكل ديالو. صافي كيكون طاب وتعسل كنطفي عليه وكنخليه على جنب، وغادي ندوز باش نحضر معكم الزبيب اللي غادي نرافقوا مع هذا الليمون. عندي هنايا كميه تقريبا واحد كاس ديال الزبيب، درت معاه عويد ديال القرفه، درت معاه واحد 2 كيسان ديال الماء، وغادي نخليه فوق البوطه كيطيب حتى كيطيب ليا داك الزبيب. عاد غادي نزيد ليه 2 معالق كبار ديال سكر سنيده وراس معلقه كبيره ديال القرفه. صافي وكنخلي داك الزبيب كيتعسل حتى كيولي ليا على هذا الشكل. صافي ملي كيتعسل ليا الزبيب كيولي على هذا الشكل كنطفي عليه وكنخليه حتى هو على جنب. الدجاج ديالي من بعد ما كدوز عليه 45 دقيقه كنحل عليه كنلقاه طاب ولا زبده. غادي نزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال العسل، ممكن تعوضوها بسكر سنيده الا ما توفرش لكم العسل. وباش غادي يتحمر ليا الدجاج غادي نهزو بواحد 2 معالق اللي كيكونوا كبار على هذا الشكل باش كيتحمر لينا داك الدجاج وهو كيتشرب، وفي نفس الوقت كيتحمر غير بداك البخار كيخليه يتحمر وكيجي مذهب كما غادي تشوفوا معايا. من بعد ما كيتشرب ليا داك الدجاج وكيتحمر وكياخذ لينا هاد اللوين وكتوقف لينا ديك المريقه وكتولي خاتره وملبيه. صافي هنايا كنقدم الدجاج ديالي. شوفوا الدجاج البنات كيفاش كيجي محمر وكيجي واخد داك اللون مذهب، تبارك الله كيجي غزال وكيجي كيحمق في المنظر. اما المذاق ما نقولش لكم عليه كيفاش كيجي، راه كيجي بنين وفتي بهذه الطريقه اللي شاركت معكم ديال ترقديه في الحامض وترقديه في العطريه. اللي بغيتو هاد الدجاج ينجح معكم تبعوا الفيديو من اول حتى الاخير، وجميع النصائح اللي عطيتكم غادي يجيكم زوين وغادي يعجب ضيافكم الا حضرتوه ليهم. صراحه انا الضياف ديالي حماقوا عليه وكلاو هاد الكميه اللي وجدت معكم كلاوها تبارك الله كامله وعجبهم بزاف. نتمنى حتى نتوما ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم شي حاجه هماويه ديال تحميره الوجه. شوفوا لي المريقه كيفاش كتجي واقفه وخاتره، كتبقى غير ديك الزويته وديك البصيله عاقده على هذا الشكل كتجي ملبيه ديك المريقه. نتمنى انكم تجربوا ان شاء الله وينال اعجابكم. وكما قلت لكم شي حاجه ديال تحميره الوجه الا حطيتوها لضيافكم عرفتوا شنو حطيتو، تبعوا غير الفيديو من اول حتى الاخير وتبعوا جميع النصائح اللي عطيتكم. انا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم وغادي تحماقوا عليه. صافي هنا من بعد ما كنحط الدجاج ديالي غادي نزينو بالليمون اللي عسلت معكم اللي كيجي حتى هو زوين في المنظر وكيجي عاطي للعين، كيجي طبق هماوي الصراحه ديال تحميره الوجه. الا وجدتي لضيافك عرفتي شنو وجدتي، خصوصا الا كان بالدجاج البلدي ولا بهاد الدجاج تا هو الصراحه كيجي زوين وراه كيجي بحال البلدي من كيطيب ما كيبقاش الفرق بينه وبين البلدي نهائيا، خصوصا الا كان مقدم محضر بهاد الطريقه اللي شاركت معكم ديال الغسيل وديال زعما طريقه التحضير، راه كيجي بنين وما تفرقيش بينه وبين البلدي نهائيا. صافي كنحط هذاك الليمون وكنحط فوق منه شويه ديال الزبيب، تقديم اللي هو بسيط وفي نفس الوقت شي حاجه زوينه وهماويه وعاطيه للعين. وغادي نزينو بشويه ديال اللوز. بالنسبه للوز غادي نقدم واحد النصيحه للبنات المبتدئات اللي يلاه كيتعلموا الا شافوا هذا الطبق وبغاو يحضروه. بالنسبه للوز كتقليوه في الزيت اللي كتكون بارده، ما تكونش الزيت سخونه باش كيجيكم هذاك اللوز مقرمش وكيجي كيحافظ عليك القرمشه ديالو كيجي زوين. الا قليتوه في الزيت اللي كيكون سخون كيجي لاوي وما كيجيش زوين نهائيا.
هذه نصيحة قدمتها غير للبنات المبتدئات اللي اول مرة كيتعلموا، ولا شافوا هذا الطبق وبغاو يحضروه يعرفوا شنو يديروا. صافي كيكون هذا هو الطبق ديالي ديال الدجاج معسل اللي كيكون على هذا الشكل. كنقدمه لكم بالصحة والراحة. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه، ولي لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. بسلام عليكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.